كرة على السريع. رسميا أصبح الأسطورة كريستيانو رونالدو هو أسرع لاعب في تاريخ الدوري السعودي يسجل 2 هاتريك. سجل رونالدو 2 هاتريك في أول 5 مباريات له في الدوري السعودي. والأسطورة ليونيل ميسي يصل للهدف رقم 700 مع الأندية. سجل ميسي 672 هدف مع نادي برشلونة و28 هدف مع نادي باريس سان جيرمان. وميسي وبنزيما فقط هم من استطاعوا أن يسجلوا في 18 موسم متتالي في دوري أبطال أوروبا. والجزائري رياض محرز أصبح هو أكثر لاعب جزائري تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 20 هدف. والمصري محمد صلاح أصبح هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول في جميع المسابقات الأوروبية برصيد 42 هدف. والحارس الإسباني دافيد ديخيا أصبح هو أكثر حارس في تاريخ نادي مانشستر يونايتد يخرج بشباك نظيفة برصيد 181 كلين شيت.